بحلقة اليوم راح نجرب مع بعض طبخات منتشرة في التيك توك. فقبل لا تكملون هذه الحلقة، إذا أحد يحب مشاركة في هذه القناة وحابين تنضمون إلى أحلى تيم كاج، اضغطوا حبة الاشتراك. قبل لا نكمل الحلقة، أعرف إن في كثير منكم مهتمين بالاستثمار والتداول في المنصات المالية، ودائما ندور على منصات موثوقة وحلال 100%. فعشان كذا راح أكلمكم اليوم عن أولمب تريد. هذه المنصة عندهم فرص كثير ممتازة عشان تتعلمون فكرة التداول، وهي نفس ما قلت لكم حلال 100%. حسيت إن هالمنصة سهلة وبسيطة بنفس الوقت. أوكي، فهذه المنصة راح أحط أنا $100 حاليا، وانطر شوي لين الخطوط تتقاطع، وبعدين تحت مثل ما قاعد تشوفون تختارون يا اما صعودا او هبوطا، وهو يعتمد على الخط يعني. والحين مثل ما قاعد تشوفون راح تكون صفقه ممتازه تعتبر، فراح نضغط الى اعلى وراح تنطرون شوي. مثل ما قاعد تشوفون الحين يا جماعه رصيدي صار اكبر بقيمه $92 في حسابي. وتعرفون يا جماعه عندي لكم رابط خاص من خلاله راح تحصلون الفرصه يا جماعه عشان تجربون حساب تجريبي، وراح يعطوكم $100,000 بصناديق افتراضيه راح تعطيكم تجربة عشان تتعلمون بهذه المبلغ بدون حدود، وبس تتعلمون شلون تقدرون تستخدمون هذه $100,000 اللي هي معطونكم اياها تجربيه. واذا كنتم مستعدين تقدرون تنتقلون بعدين الى حساب حقيقي. فشنو ناطرين؟ عندكم الفرصه عشان تجربون وتتعلمون، واستخدموا رمز كود راح احط لكم اياه على الشاشه عشان تحصلون على مكافاه 30% على ايداعكم. فراح اخلي لكم الرابط تحت. ندخل على الحلقه. السلام عليكم يوتيوب، انا كاج ورجعتكم يا جماعه اليوم بحلقه جديده. اوكي، حلقه اليوم من المطبخ، راح نطبخ احنا بس لان ما اقدر اصور برا حاليا في حركات واشياء كالعاده. كل ما احوس في هالتيك توك يا جماعه تطلع لي هالوصفات اللي يصير فيني وانطر عشانكم عشان هالحلقه عشان اصورها مع بعض. يا جماعه قاعد اصور الحلقه يوم 15 نوفمبر، اوكي، معناته اليوم صرت 24 سنه. ما عندي مشاعر يعني قبل كان حماس الموضوع، بس الحين ما ادري شنو اسوي، عرفت يعني، بس انه لا وناس يعني الحمد لله على كل شيء. ف 24 احنا دوم ناجحين، برقص واغني الحين، سمعوني صوتكم يا حلوين. اوكي، كل سنه اعودكم يا جماعه انه لازم اسوي فيديو خاص ينزل في هاليوم. المفروض في هاليوم يكون شيء مميز انا اسويه. سويته في 19 20 21 22 23 حق ال 24 والله ما في وقت يا جماعه، ما في وقت، ما قدرت اجهز مع الدراسه. المهم الفيديو راح ينزل، مو شرط اليوم، مو شرط يمكن بشهر 11، يمكن بشهر 12، اوكي ان شاء الله قبل نهايه السنه. اوكي، اول طبخه هذه هي. اوكي عرفت تكلمت كثير بس معلي سامحوني، اليوم يوم ميلادي. المهم اول طبخه راح نجرب هذه الطبخه. سلقت بطاطس بالماء، بعدين قشرتهم، بعدين هرستهم في هذه الراسه، بعدين ضفت عليهم بهارات وحطت نشا الذره، وبعدين عجنت البطاطس فصارت عندها نفس العجينه بالضبط. بعدين شكلتها على الاشكال اللي هي حبتهم، بعدين على النار حطتهم في الزيت وخلتهم لين ما ينطبخون. اوكي هالفيديو جاب 14 مليون مشاهده. اوكي هني اوكي. راح نغسل البطاطس اوكي بالماء، راح نسلق البطاطس لين ما يستوي، راح اشوفكم بعدين. اوكي البوتيتو صارت جاهزه. توني مستوعب اني جبت اكبر حبتين وكنت بتحصلهم، المفروض صغار اصلا بس حتى لو مستويين بالكامل احس انه راح ينطبخون بعدين فعادي. اوكي فاحنا راح نسوي العجينه، واسهل طريقه راح اجيب صحن بلاستيك. اوكي وراح اجيب شيء اقدر اهرس فيه البطاطس، وراح نهرسها مع بعض قبل احط البهارات. اوكي نهرسها. والحين اوكي اول شيء ملح مهم، فلفل اسود، في عندي ريحان فراح احط ريحان. اوكي وعندي هني بهارات، بس ان بهارات مشكله تعتبر، فيها ثوم وبصل وكل شيء، فراح نضيفهم بعد. اوكي واخر شيء راح نضيف النشا. اوكي وراح نمكس الحين كل شيء مع بعضه. اوكي الحين المشكله هو شوي حار، نجرب يا جماعه. تعتبر نفس العجينه، لا اوكي تعتبر الحين صارت نفس العجينه نقدر نشكلها. فالمهم انا ما راح اسوي شكل واحد، راح اسوي على اشكال مختلفه، راح اوريكم اشكالهم بالنهايه. 24 شوفوا اليوم راح نطبخ، وراح يكون هاي موضوعنا لان قاعد اتفل معاكم فيه، عرفتوا قاعد اسوي لكم حلقه لان ما اعرف شنو بسوي بصراحه يعني. اوكي يا جماعه فخلصت من العجن وشكلتهم، سويت حبات طويله، اشياء دائريه، وسويت قلب، عرفتوا عادي يعني الاشكال احنا نبيها. هاي قاعد نفقع طبعا ما يطولون. اوكي لين ما يصيرون بنيين، وبعدين راح اشيلهم الحين. واخيرا خلصنا يا جماعه من قلي البطاطس، كانت طلعت وايد حلوه بصراحه بالضبط هاش برونز. اوكي انا مصمم توني مستوعب، بس تقدرون تسوون الاشكال اللي انتم حابينها، وهاي الشيء الحلو، طريقه سهله يعني.
واحس الحلو تقدرون تسوون كميه كبيره وتفرزون الاشكال بالفريزر عقب تستخدمونه وقت ما تحبين. راح اقيم ذا الشيء 9 من 10. اوكي حاليا صارت الساعه 2 ونص وانا عندي كلاس الساعه 4، فعلى ما اجهز على ما اطلع من البيت نص ساعه لما اوصل ما بيمديني اسوي الطبخه الثانيه الحين. اهلا يا جماعه، رجعت لكم اليوم الثاني. اوكي امس في المدرسه بواحد من الكلاسات كان في سربرايز لي راح انزله في كاج بلس. اوكي الشيء اللي بعد انا متحمس له او شيء انا اخترت اني ابغى اسويه لان انا احب السنابون، عرفتوا؟ بس الطريقه غير. هذا هو الفيديو. جابت سنابون جاهز حطته في الصينيه، بعدين جابت عليهم كريمه خفق، حطت عليهم كريمه خفق، وبعدين سوت خلطه من الزبده والسكر وملح وسينابون وسينامون وما ادري شنو كذي، وحركتهم زين لين ما ذابوا مع بعض. بعدين هاي الخليط حطته على السينابون بعد من فوق، وبعدين حطيته بالفرن وطلعته. شوفوا شلون شكله صار. قاعد تقول ان هاي الات السينابون هي ضاقته في حياته. اللي ضحك في الفيديوهات انا قاعد اشوفهم فيديوهات امريكيه، عرفتوا؟ وانا بالضبط رحت وشريت نفس الاشياء اللي هم قاعد يستخدمونها. يعني هاي بالضبط ليه استخدمته، لان بالعاده دائما بس اجرب ذي الحلقات ما اقدر استخدم نفس الاشياء لان تكون فيديوهات من برا. المهم ما علينا. فعندي عبوه السينابون. اوكي فراح ندهنها اول شيء بالزبده عشان السينابون ما يلصق. فنبتدي اول شيء ونشيل الغلاف، راح نلف. المفروض انها تفقع معانا. ايوه اوكي شوفوا فقعت. فهذه هي السينابون هني موجوده. اوكي فاي اشكالهم الحبات شيء كذي. اوكي صفيتهم داخل. بعدين راح نجيب كريمه الخفق. راح نصب الكريمه على السينابون، ما ابي اكثر. اوكي حطيت الكريمه، فالحين راح نسوي الخليط. هم حطوا ستيك من الزبده، انا راح احط تقريبا نص ستيك لان انا قاعد اسوي كميه اصغر. راح ندوبها بالمايكرويف. طلعت الزبده، فالحين راح نضيف عليها ملعقتين تقريبا من سكر بني. اوكي راح نخلط السكر مع الزبده. الفكره اللي بعدها نضيف السينابون وحطت نتفه ملح. اوكي لونه صار حلو. فالحين راح نضيف هاي الخليط على السينابون. بس بقول لكم بما انه في فراغات كثير وفي كثير كريمه وصلصه، قاعد افكر يا جماعه ليش ما اضيف عليها عجينه الكراست. اوكي حقت الباي، لان بقى عجينه واحده استخدمتها واحده من الحلقات وراح تخرب نهايه الشهر. خلينا نضيفها، راح تصير عجينه بنكهه السينابون اعتقد، لان ما اعتقد راح اسوي فيها ولا شيء. هاي حياه الطلبه يا جماعه بالغربه. احس ان دائما اتوتر، عندي حليب ما خلص او راح يخرب لازم اشربه بسرعه يعني دائما. اوكي سويت اللي علي، حطيت العجينه. فالحين الفكره يا جماعه احطها بالفرن على درجه 350 لمده 45 دقيقه لين ما السينابون يستوي. خلص يا جماعه. اوكي هاي الصلصه اللي تجي مع السينابون اوريدي جاهزه عشان يذوب هي وحار. اوكي الحين صار وقت نذوق. راح اخذ واحده. والله لينه يا جماعه. اوكي واضح انها لينه. احطها هني. اوكي تو طالع من الفرن راح اجربها الحين، متحمس بصراحه. حالي صار ألذ مليون مره من اول مره انا جربت فيه هاي الجاهز اللي تسوونه بالفرن. ملمسين غير بس الطعم يشبهها يعني. خلينا نجرب ذي العجينه اللي حطيتها. اوكي السينابون طعمه ألذ، بس هاي يعتبر عجينه منكهه بطعمه السكر. راح اقيم ذي الشيء 10 من 10 بوحده ثانيه. الطبخه اللي بعدها لها خص بالاندومي. اوكي وهي اندومي بطريقه جديده بالترند. خلينا نشوف الفيديو مع بعض. هذا هو الفيديو اللي كان الترند. اوكي فجابوا النودلز الحار المعروف المشهور، سووا خلطه اوكي من الحليب والجبن والصلصه الحاره وما ادري شنو، ذوبوهم مع بعض فصار كانه في صلصه كريميه، فضافوا عليهم الاندومي المطبوخ. وهذا هو الاندومي بكل بساطه. في محل 99 سنت يبيع هاي الاندومي. اوكي ما حصلت في ولا مكان ثاني، بس للاسف يوم رحت الحين كان مخلص طبعا. اوكي فجبت نوع اندومي عادي ثاني لانه عندي الصلصه الحاره من قبل مجمعها. خلينا نوريكم كل واحد عندي. في تحت ما اعرف اذا بيبين. المهم في يمكن 5 هني، ما اعرف اذا راح يبين مو بقلبه. اي شفتوهم. فمجمعهم على الصلصات الحاره الناس تستخدمهم في الطبخات. ناخذ الصلصه اللي راح نستخدمها مع الاندومي الثاني. فالشيء سهل على النار. اوكي اول شيء راح نطبخ الاندومي عادي. النودل صار جاهز هني، شلته من الماي. فالحين نبتدي نسوي الصلصه. فراح اسخن الحليب وعندي هني الجبن راح اخليه جاهز. اوكي الجبن بدا يذوب مثل ما قاعد تشوفون. الحليب شوي تكتل، بس المهم راح نكمل ونضيف الحين الصلصه الحاره اللي هي الطعم كله اعتقد. فراح احط كميه زينه ما راح اكثر لانه وايد حار ذي. اوكي راح اضيف النودلز الحين عليهم. صراحه شكله ما شيء يرجع وايد بس انه الحليب شوي تكتل، بس الملمس هاي اللي صار اعتقد الجبن ماذا بعدل يعني قاعد اذوق طعم الصلصه الحاره، بس صار كريمي فعليا يعني. بس انها تنفع وسريعه يعني ما طولت ابدا. هاي راح اسوي مره ثانيه او لا ما اعتقد، بس انا راح اكل ذي 7 من 10. الله صوت العصافير. في سنجاب هناك. مو مستوعب ان اليوم صار 24.
اليوم صرت 24. اليوم انا 24. اوكي